يمساء الزبدة. سميرة موسى 2024. ريم حامد الباحثة المصرية التي تصدرت المواقع والأخبار العالمية. مين هي ريم حامد؟ وكانت بتدرس إيه؟ وإيه هي ملابسات الواقعة؟ تعالوا مع بعض نشوف، يلا بينا. ريم حامد توفيت في فرنسا في ظروف غامضة بعد أيام من إعلان تعرضها لمضايقات وتهديدات. وقال صلاح فرهود رئيس الجالية المصرية في فرنسا أن التحقيق في وفاة الباحثة المصرية ريم حامد تتم في سرية شديدة لمعرفة سبب الوفاة، وهل هناك شبهة جنائية أم أن الوفاة طبيعية، مضيفا أن المعلومات المتوفرة حاليا أنه تم العثور على جثمانها أمام باب الشقة التي تسكن فيه. كما تبع أنه لن يتم التصريح بدفن الجثمان وإرساله إلى مصر إلا بعد الانتهاء من كافة التحقيقات، وقد يستغرق ذلك نحو 10 أيام، مضيفا أن التخصص العلمي الذي كانت تدرسه الباحثة المصرية هو البيولوجيا التكاملية، وده تخصص دقيق. وتبع أن معلوماته حول الباحثة أنها حاصلة على درجة البكالوريوس في البايوتكنولوجي من جامعة القاهرة والماجستير في علم الجينيوم من جامعة باريس، والتي كانت تجري فيها أبحاثها للحصول على درجة الدكتوراه. في السياق نفسه ووفقا لما تردد من معلومات، فإن الباحثة المصرية كانت تركز في أبحاثها التي كانت تسعى من خلالها للحصول على الدكتوراه على ما يعرف بالتعبير الجيني، وهو العملية التي يتم من خلالها استخدام المعلومات الجينية لخلق منتجات جينية صناعية، والتركيز على عملية إنتاج البروتينات بناء على المعلومات الموجودة في المادة الوراثية. وكانت الباحثة تستهدف من خلال أبحاثها معرفة سبب انتشار بعض الأمراض وسبل مواجهتها. كان اسم الفتاة ريم حامد قد تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعلن عن وفاتها بعد أيام من تغريدات كتبتها على صفحتها على الفيسبوك تكشف فيها تعرضها لمضايقات وملاحقات وتجسس وتهديد من أشخاص لم تسمى، لكن ألمحت أنهم ينتمون لجهة عملها. وكتبت الفتاة المصرية أنها تتعرض لأشياء غريبة ومريبة، مثل مراقبتها طول الوقت سواء من أشخاص بعينهم أو عن طريق التجسس على أجهزتها، ويتم تهديدها لإجبارها على السكوت عن أمر ما يخص أبحاثها وطبيعة عملها في فرنسا، ملمحة لمسؤولية شخص ما يعمل معها في جهة عملها وراء ذلك. وبعد أيام من نشر تلك المنشورات قامت الفتاة بمسحها، وبعدها بأيام تم الإعلان عن وفاتها دون توضيح سبب الوفاة، فيما تجري السلطات الفرنسية تحقيقات لمعرفة كافة الملابسات. من جانبها أعلنت الخارجية المصرية أنها تتابع الواقع عن كسب، وذكرت في بيان رسمي لها أنها فور تلقي القنصلية العامة المصرية في باريس خبر وفاة الشابة تواصلت في الحال مع السلطات الفرنسية للوقوف على ملابسات واقعة الفتاة وطلب موافاة القنصلية المصرية بنتائج التحقيق في أسرع وقت. رحم الله العالمة الشابة وأسكنها فسيح جنته. سميرة موسى سنة 24. سلام عليكم.